غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم الو الو، سلام ونعمه. ايوه، اهلا وسهلا. سلام المسيح. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك ويستخدمها في الاتصالات. سعادت معاك ابو مريم من امريكا يا فندم. ابو مريم، اهلا وسهلا. ممكن ناخد بركه اعرف مين معايا يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. مين ناخد بركه اعرف مين معايا يا فندم؟ هل حضرتك معاك ابونا يوحنا. ابونا يوحنا. بس حضرتك كنيسه الايمان في اليرجاء. بس دي كنيسه انجيليه. انا اعرف يتقال القس او يتقال الشيخ او الاخ، ولا انا غلطان يا فندم؟ كلام حضرتك صح، بس هو يعني في ناس بتقول ابونا، في ناس تقول قسيس، مش بكسب حد يعني. لا انا هقول لك ليه. انا استغربت حضرتك انجيلي وراعي كنيسه انجيليه، وانت حضرتك وقول لي الكلام ده غلط، صحح لي ولا انا غلطان. انت كراجل انجيلي ترفض ان اي شخص يتقال له ابونا. لماذا؟ لان يسوع بيقول كده: ولا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السماوات. انجيل متى الاصحاح 23. انا صح ولا غلط يا فندم؟ كلام حضرتك صحيح. انا اتشرف بحضرتك ابو مريم، اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. يبقى اذا يا فندم المفروض يبقى مفيش تنازل يا فندم. انت راجل اللي بيعجبني في الانجيليين المفروض انجيلي، يعني راجل ايه، يعني ايه زي ما بقول كده، ليه ذا بايبل سبيك، ده الكتاب المقدس يتكلم. يعني الراجل بيتكلم بالانجيل، يعني الراجل خادم الانجيل. لكن حضرتك كما تعلم يعني الارثوذكس بتختلف يا فندم. الارثوذكس عندهم كمان التقاليد او التراديشن مش موجوده في الكتاب المقدس الكلام ده. ف يعني خلينا متمسكين بالظبط كده، ولا انا غلطان يا فندم؟ يبقى ما تحاولش تتنازل يا فندم عشان ترضى واحد ارثوذكسي، بالعكس انت المفروض حضرتك تبين له الخطا بتاعه كما يقول لاجلنا ده بيدينا نعمه. صح ولا غلطان؟ كما يقول الكتاب المقدس: وتعرفون الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم. يعني حضرتك كلام حضرتك يعني حضرتك انت مثلا معلش سعاده القس يوحنا. شوف سعاده القس يوحنا، انت لو تقرا انجيل متى بصراحه، انا بقرا الانجيل متى الاصحاح 23 بكل امانه. انا بقرا الانجيل بقول يسوع بيتكلم على الارثوذكس والكاثوليك، وحضرتك قول لي صح ولا غلط. حينئذ خطب يسوع الجماعه والتلاميذ قائلا: على كرسي موسى جلس الكتب والفارسيون، فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا لانهم يقولون ولا يفعلون. اديك مثال على ذلك يا فندم. طبعا انت تعرف القس او القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير. القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير كان بيقول وبيعلم الناس ان لا طلاق الا لعله الزنا، ومع ذلك سمح لبنته ان هي تتطلق. ازاي يا فندم؟ لا تغير المله انجيليا ثم تطلب خلع، وبعدين حولها بعد كده للارثوذكس تاني. نكمل. فانهم يحزمون احمال ثقيله عصره الحمل وضعناها على اكتاف الناس وهم لا يريدون الانقاض اصابعهم، وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعزمون اهداب ثيابهم. حضرتك كما تعلم الاسقف في الكنيسه الارثوذكسيه شايل صليب، يمكن الصليب 10 كيلو ذهب. قيمته الماليه ايه؟ الرب وحده يعلم. ويحبون المتكئ الاول في الولايم والمجالس الاول في المجامع والتحيات في الاسواق، وان يدعون الناس سيدي سيدي ابونا ابونا. واما انتم فلا تدعوا سيدي لان معلمكم واحد وهو المسيح. امين. ولا تدعوا لكم ابا على الارض. ما ينفع. احنا بنخالف كده تعليم المسيح، لان اباكم الله الاب ابوكم السماوي في السماوات. ولا تدعوا معلمين. يقول لك معلمنا شنوده. غلط، مش حاجه اسمها معلمنا شنوده. المعلم هو يسوع. تمام حضرتك؟ واكبركم يكون خادما لكم، ولذلك المفروض الواحد يقول خادم، سواء خادم الانجيل وكذلك. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يصنع نفسه يرتفع، ومن يضع نفسه. ولكن ويل لكم ايها الكتبه والفارسيون. انا بقول الكلام ده على الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليك.
لا، المراؤون المنافقون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. فإحنا ما ينفعش يا فندم إن إحنا نتنازل عن الإنجيل عشان نراضي الطوائف الثانية. لو أنا غلط صحح لي، اتفضل. لا، هو كلام حضرتك مظبوط، لكن في مواقف بتكون فيها انت بتقدم التعليم لربح النفوس نمرة واحد، والطعام القوي بيجي بعدين، الطعام القوي للبالغين. لكن الناس الجديدة تحتاج اللبن، تحتاج الأول تكلمها عن يسوع، وبعد كده بتبتدي توضح الأمور واحدة واحدة. يعني ما ينفعش تدي طفل لحمة، لكن لازم تديله في الأول لبن. فدي بس هي حكاية ترتيب أولويات أنهي الأول. طيب أنا كلام حضرتك كلام جميل، ما فيش مشكلة، لكن إيه المفروض إحنا يكون المرجع بتاعنا الكتاب المقدس، تمام؟ المرجع لأن يسوع اسمع ماذا يقول يسوع. إنجيل يوحنا الإصحاح 18 19 20 وسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه التعليم. كلمة تعليمه باللغة اليونانية دي داخل، والكلمة نعم تعني تعليم أو المعتقد الذي علمه يسوع باللغة اليونانية. فقال أنا كلمت العالم علنية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما. إذا حضرتك أنا وأنت والجميع ملتزم بما قال يسوع، ما نتنزلش. أدي واحد. يسوع يقول لك من فمك أدينك، إذا لابد الكلام من فم يسوع الطاهر الشريف. يسوع يقول إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، إذا لابد يكون وصية من وصايا المسيح، ما نتنازل. يسوع آخر شيء على الإطلاق قالوا قبل ما يصعد إلى السماء، ارجع لإنجيل متى الإصحاح 28 إلى عدد 20، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. حتى بولس أكد كلام المسيح، اسمع ماذا يقول. وقبل ما أقول بولس، يسوع كمان يقول وباطلا يعبدوني هم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. التعليم اللي هي حضرتك كما تعلم التراديشن، التقليد. الآن بولس بيأكد كلام يسوع، يقول انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغير باطل حسب تقليد الناس. اللي عندهم ده تقليد، أنا ما بي دخلي بالتقليد، أنا دوم الإنجيل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. بولس قال عبارة من أجمل ما يكون، قال الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. يبقى حضرتك المفروض نعم كلامه طيب، بس المفروض نقول لهم الكلام الصح من الأول مباشرة. ما ينفعش نتنازل، ما ينفعش يكون في تنازل في العقيدة على أساس نكسبه، لأن أساسا ما بني على باطل وباطل. اللي بيقولوا باطل، اللي بيقولوا يخالف تعليم يسوع باطل. إما يدعي شخص بشر يقول عليه أبونا، والأب هو الأب، أبانا السماوي، أبوكم السماوي، أبانا الذي في السماوات. الصلاة الربانية لله وصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات. مفيش حاجة اسمها أبونا، ما في شيء اسمه أبونا. وانت حضرتك كما تعلم في الإنجيلية لا إما أخ لا إما شيخ لا إما قس، لأن الألفاظ دي موجودة في الإنجيل. ما فيش حاجة اسمها أبونا في الإنجيل. أبونا إيه؟ ألفاظ مش موجودة، تقاليد مش موجودة في الإنجيل. دي تقديس الأشخاص كده، تقديس الأشخاص. فدي مشكلة حضرتك. لو عندك تعليق على الكلام ده ريت نسمع منك يا سعادة القس يوحنا، اتفضل. امين. احنا مش مختلفين في وجهة النظر، يعني لا انا فاهم اللي حضرتك بتقوله، مش مختلفين فيه يعني. لكن يعني احنا بنشوف يعني بولس الرسول قال صرت لليهودي يهودي وصرت للأممي أممي. ولما راح أثينا ما قال لهمش انتوا عبادتكم غلط وكسر لهم التماثيل، رغم ان هو ما كانش موافق عليها، لكن قال لهم اللي موجود عندكم انتوا مش عارفينه. ف يعني كلام حضرتك صح مظبوط 100%. لا بس يلزمنا حكمة، لأن مكتوب كده واضح النفوس حكيم. ساعة القس يوحنا في مشكلة دلوقتي. انت حضرتك عملت مشكلة، تسمح لي يعني انا بشكرك على ادبك وسعة صدرك. انت عملت مشكلة الان. انا بقول لك يسوع بتقول لي بولس بيقول. كلام بولس بيخالف كلام يسوع. يسوع ما قالش كده. اديني نص من كلام يسوع ينطبق على كلام بولس اللي قاله الان. يسوع ما قالش كده. يسوع حضرتك دخل المعبد. ماذا فعل يسوع ما دخل المعبد؟ انا قلت كده. ماذا عامل ايه ما دخل المعبد؟ انا قلت لحضرتك ان كلامك صح، انا ما اعترضتش على كلامك. نعم.
لكن انا بوضح ناحيه تانية للموضوع. يعني انا مش بقاوم كلامك، انت فهمتني ازاي؟ طيب انت حضرتك تعلم ان انت حضرتك تعلم ان الارثوذكس بالذات جميع من البابا شنودة الى كل والتسجيلات موجوده على اليوتيوب بيكفروا الطائفه البروتستانتيه. عندك فكره ولا لا؟ ايوه على طول لما كده ده نظامهم على طول. حضرتك تعلم ان احد الكهنه وموجود الكلام ده على اليوتيوب بيقول يسوع مش يسوعنا والهنا مش الهكم، ولا محروم من التناول اللي يصلي في كنيسه بروتستانتيه. حضرتك تعرف الكلام ده طبعا. حضرتك كمان انا يعني تعليق على اللي بيقولوه، على اللي بيقولوه ده، انه اللي بيقول كده يبقى ما يعرفش يسوع، لأن يسوع عايزنا واحد. بيقول كده أريد أن يكون الجميع واحدا. أيوه بس لو هو بيقول لو هو بيقول على البروتستانت كده يبقى هو ما يعرفش يسوع. طيب حضرتك اللي أنت بتقوله ده حضرتك موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 من العدد 21. الصلاة دي يا فندم بيقول عليها الصلاة الموقوفة لأن الآب لم يستجيب لهذه الصلاة. لأن شوف يا فندم البابا شنودة عنده تسجيل ممكن تعمل عليه بحث في اليوتيوب. بقول ايه؟ كلنا واحد في المسيح عندما يكون الايمان واحد. الايمان مش واحد يا فندم. انت حضرتك فاكر انت ايمانك زي ايمان الارثوذكس زي ايمان الكاثوليك؟ الايمان مش واحد. الكلام ده غير صحيح يا فندم. حضرتك انت اساسا بتختلف معهم في الاساس وفي الفروع. اهم حاجه في لاهوت المسيح. انت حضرتك بتؤمن ان يسوع له طبيعتين ومشيئتين. حضرتك الارثوذكس بيقولوا له طبيعه واحده ومشيئه واحده. في مجمع خلدقونيه ايه اللي حصل يا فندم؟ اطرد البابا ديسكورس واطرد اتباعه وكسر فكه. ليه؟ لان رفض هذا الكلام. فحضرتك مش العقيده مش واحده. ده يعني يعتبر يعني دين مختلف تماما عن اللي انت بتؤمن بيه. انا ما بتكلمش حضرتك على موضوع التريديشن التقاليد، لا، الاساس نفسه مش واحد. بالاضافه طبعا حضرتك الوصايا دي جابوها منين؟ الوصايا السبعه دي جابوها منين؟ جابوا الوصايا دي السبعه منين؟ انا متاسف، الاسرار السبعه دي جابوها منين؟ الاسرار ايوه جابوها منين الاسرار السبعه دي؟ انت طبعا هي ما بقتش اسرار لانه اعلنت خلاص. لا طيب جابوها منين دي؟ الكلام ده موجود منين؟ جابوها منين؟ انت عارف حضرتك لو انت بروتستانتي وحبيت تدخل الارثوذكس اللي بيحصل بيعتبروك زي المسلم بالظبط، كافر عندهم، ولازم تتعمد من اول وجديد. بيرفضوا التعميد بتاعك كبروتستانتي. انت زيك زي المسلم زي اليهودي اللي بيدخل. اتفضل. ده بيرفضوا كمان الكاثوليك. بيرفضوا يا فندم؟ بيرفضوا كمان الكاثوليك. ايوه يا فندم بيرفضوا جميع الطوائف. بيرفضوا الكاثوليك. ايوه كلامك صحيح. ما أنا الكلام ده موجود تسجيلات على اليوتيوب يا فندم. بيقول لك بيعتبرك زي يعني ما بيعتبركش مسيحي من اساسه اطلاقا. فانت حضرتك العقيده بتاعتك مش عقيدته. العقيده بتاعتك مش عقيدته. الاسرار دي مش موجوده في الكتاب المقدس ولا يسوع نفسه بيقول ايه؟ انا كلمت العالم علانيه، انا علمت كل حين في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لا ما اتكلم بشيء. يعني ما فيش اسرار. بيقول اعلن في العلن. العقيده اعلنها في العلن. فدي مشكله يا فندم. فما نقدرش نقول الاسرار تنطبق على العهد القديم اكثر لانه هو كان وقت الرموز ما كانش وقت المعلنات. لا في نقطه هنا بالنسبه طيب انت حضرتك بتتكلم على العهد القديم. طيب حضرتك هل العهد القديم هو توراة اليهود؟ هو نفس التوراة؟ هل هو التوراة؟ نعم مش متأكد كويس. هل العهد القديم يعني انا هقول لحضرتك انت عندك الكتاب المقدس ينقسم الى جزئين. العهد القديم اللي هي المفروض الخمس اصفار التوراة وكتب انبياء صغار وكبار وكتب تاريخيه وكتب شعريه، مظبوط؟ وبعدين عندك العهد الجديد 4 اناجيل، اعمال الرسل، رسائل الرسل، رؤيا يوحنا. تمام كده؟ ممتاز. انت عندما تقول العهد القديم هل انت تقصد كتب اليهود ولا العهد القديم ده خاص فقط بالمسيحيين؟ لا هو العهد القديم كتب لليهود. ممتاز. ولكن كانوا مدعوين انهم يكونوا هم يوصلوا البشاره دي لباقي الامم. طيب بس هم ما فهموش دورهم. طيب يا فندم هل انت قرات التوراه اليهوديه باللغه العبريه او حتى على اقل تقدير ترجمه باللغه الانجليزيه او ترجمه بالعربي؟ مش العهد القديم. انا بتكلم على التناخ، بتكلم على جيوش بايبل الكتاب المقدس اليهودي.
هل انت قرات مباشره من العبري او ترجمه من العبري انجليزي؟ اديك على سبيل المثال اشهر ترجمه يهوديه على الاطلاق للكتاب المقدس العبري، انا ما بتكلمش على الكتاب اللي في ايدك اللي هو الكتاب المقدس المسيحي، اسمها جيوش بايبل بابليكيشن GBS. ايوه انا بسال حضرتك انا بسال حضرتك انت بتتكلم الان بتقول ان العهد القديم هو توراة اليهود، انا بقول لحضرتك هل انت قرات التوراه طيب معذره، هل انت قرات التوراه باللغه العبريه؟ مش عارف اسمعك، في كلمه بتيجي مش عارف حضرتك سامعني ولا لا. انا سامعك، صوتك ممتاز جدا زي البلبل يا سعاده القس يوحنا. انا بسال حضرتك هل انت قرات التوراه بالعبري؟ طب لو ما تعرفش عبري مش مشكله، في عندك ترجمه للتوراه باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، مش الكتاب اللي في ايدك، ما بتكلمش على ترجمه فان دايك. هل قراته؟ ما اعتقدش. شوف يا سعاده القس يوحنا، التناخ او جويش بايبل او التوراه العبرانيه اللي هو تقصد اللغه العبريه؟ ايوه اللغه العبريه، او على اقل تقدير يا فندم، او على اقل تقدير ترجمه اما باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. يعني مثلا انا عندي الكتاب اليهودي المقدس اليهودي، مش ما بتكلمش على الكتاب المقدس الجوش اللي هو مثلا نسخه الملك جيمس، لا عندي وفي ترجمه انجليزيه اسمها جيوش بريس بابليكيشن GBS، ده ترجمه حرفيه للنص من اللغه العبريه. طبعا حضرتك ما قراتش ده، انا بقول لك لا انا بالنسبه لي عندي 8 ترجمات للكتاب المقدس. نعم عبري ويوناني، انا عندي الترجمات دي مترجمه للعربي. نعم 8 ترجمات. انا اقول لحضرتك انا عندي 60 ترجمه. المقارنه بينهم يعني. لا افهم حضرتك، مش هو ده المقصد يا فندم. انا عندي البرنامج فيه اكتر من 60 ترجمه، بس انا بتكلم على شيء مختلف. انت بص يا فندم، في كتابين، في كتاب اليهود وفي كتاب المسيحيين. كتاب اليهود اللي هو باللغه العبريه. معلش معذره حضرتك معلش دخلت في مواضيع كتير قوي وانا ما اعرفكش يعني. عرفني بيك وعرفني هدفك من الاتصال. طيب عشان انا عندي اجتماع دلوقتي. طيب فمضطر ان انا هقفل عشان عندي اجتماع. طيب انا اسف. طب يا فندم هقول لك، انا حضرتك اسمي وسام عبد الله ابو مريم، وحضرتك انا راجل. اهلا شكرا على ادبك. حضرتك انا دارس هذا المجال اكثر من 30 سنه، ولي نقاش في الموضوع ده باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه. الشاهد من هنا يا فندم، انت معتقد ان الكتاب اللي في ايدك هو نفس كتاب اليهودي، الكلام ده غير صحيح يا فندم. اديك مثال على ذلك، انت بتقرا مثلا. انا ما قلتش حاجه، انا حضرتك بتديني حاجات على حاجات انت اللي بتقولها وبترد على نفسك. انا دلوقتي كل اللي عايز افهمه، حضرتك متصل بيا، ايه الهدف من الاتصال؟ الهدف من الاتصال يا فندم كما يقول الكتاب مستعدين دائما لمجاوبه كل ما نسالكم بوداع وخوف. الكتاب اللي اكرز بالكلمه يعقف على ذلك. طيب لما يكون حد سال حضرتك انا ما سالتش. لا انا سالت في ايه؟ انا اللي بسال. انا طلبت مكالمه من حضرتك بتقول لي انا ابو مريم، بعد كده دخلت كده موضوع. انا بسال. انا دلوقتي محتاج عندي اجتماع، انا مش فاضي يعني، عايز انزل الاجتماع. كان معانا مباشره الان القس يوحنا راعي كنيسه الايمان الأقباط الانجليين. كان معانا الان القس يوحنا راعي كنيسه الايمان الأقباط الانجليين بجرجا. القس يوحنا كنيسه الايمان الانجيليه بجرجا. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من
إله يدبرها وقد